بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو ده صادم جريء، اغرب فيديو شفته، مش عارف يعني الزوج ده جنس ملته ايه. المهم
الزوج بيقول انه اكتشف ان مراته متجوزة عليه وبتقسم الاسبوع بينهم هما الاتنين، اعمل ايه؟ طبعا هنشوف رد الدكتور مبروك عطية يعني بس انا اعقب. يعني هو الزوج ده يعني غريب اوي، عجيب وجريء. يعني مراتك متجوزة عليك وبتسأل هتعمل ايه؟ دي يا تتطلق يا تترفع عليها قضية. يعني انت يعني قابل على نفسك انك تعيش معاها ازاي؟ دي يعني واحدة متجوزة عليك، وطبعا ده حرام. يعني انت يعني مستمر معاها ازاي؟ الصراحة انت جزء مستفز، مستفز جدا. مستمر مع مراتك ازاي وعارف انها في حضن غيرك ومتجوزة عليك؟ يعني مش عارف الصراحة. يعني اي راجل طبيعي في الموقف ده هيطلقها، لا يقتلها يا يرفع عليها قضية. اما انت غريب وليه حق الدكتور مبروك عطية يتنرفز يعني. ولكم التعليق، قولوا تعليقاتكم على الفيديو ده، وشكرا لحسن المتابعة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا فيديوهاتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال بعد كده بيقول مراتي طلعت متجوزة عليا، شغالة ممرضة، وكنت فاهم انها بتبات في المستشفى، لكن طلعت مقسمة الاسبوع بيني وبين واحنا الاتنين ما نعرفش. انا كده جوازي منها باطل ولا ايه الوضع؟ متجوزة عليا استغفر الله العظيم. احنا عشنا وسمعنا متجوزة عليا، هل ده يجوز يعني؟ هل ده يجوز؟ يعني مراتك تبقى جامعة بينك وبين راجل تاني ومقسمة الأسبوع وانت راضي وعارف ومطمن؟ الحمد لله اني ما جرالكش حاجة، الحمد لله. الجوازة التانية بطلة، مش جواز سكينة البطلة. الجوازة بتاعتها التانية دي بطلة. جواز سكينة الصحيحة إذا كنت تريد الإبقاء عليها. أما إذا كنت تريد أن تسرحها سراحا جميلا فده من باب أولى، وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل، ولا تقعد تفكر وكانت بتنام مع زوجها ازاي وأنه أجل ولعب عيال وشكوك. لا، جزاء دخولك عليها تديها مؤخر صدقة وتسيبها وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك حبيبي. والله أنا عندي حاجتين في عجالة سريعة ولما بسرعة كده. قول. أنا شغال في شركة خاصة. فالأربع فروض، الأربع صلوات، الظهر العصر المغرب العشاء، بيقدموا في أوقات العمل. أيوه. فممكن بالنسبة للصلاة جماعة، فأنا يعني إن أنا أصليهم في الشركة موجود يعني كل حاجة موجودة عندنا في الشركة، بس ساعة الصلاة فمش ينفع. الجماعة يعني المشكلة في الجماعة. صلي في أي كورنر ما دمت بتوضي في أي مكان. قال النبي كده عليه الصلاة: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فصلي في أي كورنر وحط ورقة زي دي تحت راسك، والله أكبر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولا تأجلهاش إلا إذا كنت فعلا ما تقدرش تسيب المكنة لو أنت شغال على مكنة. الحاجة التانية يا دكتور، يلا قول. احنا امتى نشوفك الشرقية؟ الشرقية في أي وقت. أما تدعي الشرقية هتلاقيني الفجر رايح. أصل أنا ما بروحش حبيبي أي مكان إلا بدعوة. الدعوة دي من جامع كبير، من جامعة، من مدرسة، من أي مؤسسة. شرفنا بننسق مع بعض وبروح على طول على طول. اهلا بيك يا حبيبي، نورتيني. مين معانا اللي بعد كده؟ يا ابراهيم. يا ابراهيم. يا ابراهيم. نقول يا ابراهيم في ضرورة الشعر بس. قول يا ابراهيم.